البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم نعطيكم الوصفه ديال البهله. غادي نحتاجو هنا نص كيلو ديال الطحين، عندنا 200 غرام ديال سنيده، كاس ديال الزيت، 125 غرام ديال الزبده. انا هنا درت واحد كاس لارب ديال اللوز وكاس لارب ديال الجنجلان، وهادو تيبقاو اختياريين زعما المقدار على حسب اللي بغيتو. وعندنا جوج خمارات وقبصه الملح. هنا سنيده تنطحنوها شويه، واخا هذه رقيقه ملي تنزيدو نطحنوها. عندنا الزبده تندوبوها، وهادو يكونوا محمرين ومطحونين. الجنجلان ما تنطحنوهش كامل، تنخليه واحد شويه صاين. انا نعطيكم الطريقه. بعد هنايا درت الطحين، ديك سنيده اللي طحنت خلطتها هنا، ودرت قابصه الملح وخلطتهم. هنايا عندي الزبده هي تذوب، غادي نخلطها هي الاولى، بحال غادي نبسبس هذاك الطحين، عاد نبقى نزيد في الزيت. هانتوما انا دابا هنا الزبده بحكم انها سخونه نخلطها شويه بسباتشو، وعاد نحركها بيدي، نخدمها بيدي مزيان حتى تدخل في الطحين مزيان. عاد نزيد لها الزيت، نبقى نزيد لها الزيت شويه بشويه حتى تجمع. نتوما بحال هكا حتى داك الطحين يتلبس كامل بالزبده. ماما خصها تخدم بجوج يدين، ما شاده التليفون. نوريكم. تجي جديده البنات بزاف وسهله. نتوما غتشوفوا معايا، غير تبعوا هاد المراحل اللي تنقول لكم. هانتوما من بعد ما خلطت الطحين مع الزبده مزيان هكا تيولي لينا، متبقاش تتبان الزبده كاع. دابا غنبقى نزيد الزيت بشويه بشويه. هنا عندي كاس، انا نشوف واش غادي يكفيني كامل ولا غادي يشيط لي منه. انا نقول لكم. هانتوما انا هنا زدت هذاك الكاس ديال الزيت كامل، وتنبدا نخلط. ما ندلكوش، غير خلطوه بصبع يديكم. هانتوما باش ديروها تلقاو علينا تنجمع. دابا هنا غادي نزيد، عندي هنايا هذيك اللوز والجنجله اللي طحنت ها هما. دابا غنزيدهم انا على الخليط نخلط كلشي. هانتوما البنات هنا خلطت كلشي. ها باش تجمعوها هي كتجمع وتتفرتش. ديك الساعه ديروا القياس اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للخميره انا هنا ما زدتهاش، حيت انا ما غاديش نطيبها دابا. غادي نخليها نغطيها ونخليها حتى الغدا، حيت دابا مشى الحال. ولكن اللي الا صايبتيها زعما بغيتي طيبيها ديك الساعه ممكن كناخذوها هاد الحكاكه ديال المطيشه، وكنبداو ندوزو في هاد الجهه، هاد الجهات مطيشه. كتبداو تشدوا لي هكايا لهذا، تبداو تحكوها هكا كامله تتساليو الخليط كامل. ديك الساعه تكونوا زدتوا الخميره. اون فوا تتحكوهم تديروهم في الكويرت وتدخلوها للفران. الفران تيكون شاعل من الفوق حتى تبدا تشقق، عاد تنشعلوا عليها لتحت. وانا قلت لكم غادي نخليها حتى الغدا، ونوريكم ان شاء الله فاش نبغي نطيبها، راه غنوريكم المراحل عاوتاني كي غندير. شكرا. الليله كامله دابا زدت لها جوج ديال الخمارات، غادي نخلطها مزيان صافي. غادي نبدا ندير كويرات ونحطها في اللاطه. الفران خصو يكون سخون، اللي عندها فران ديالته تكون على 170 درجه، وهي من الفوق حتى تشق لنا البهله. عاد تنهبط تنشعلوا عليها لتحت باش تحمر من التحت. هانتوما البنات انا حطيتهم في اللاطه. بالنسبه لي انا تيعجبوني نديرهم صغيورين شويه،
وكل وحده دير القياس اللي يعجبها. بالنسبه للفران انا درتهم على 170 درجه، شعلتهم من الفوق، خليتهم قبيله تيسخن. دابا غنحشي لاطه ديالي تبان لي تشقات. اللي عندها الفران ديال الغاز تشعلو مزيان حتى يسخن مزيان، ومن بعد تنقص عليه واللاطه ديرها من التحت حتى تتشقق البهله عاد تطلعها الفوق. وخلاص ديال الضو راه قلت لكم على 170 درجه، من تتشعليه غير من الفوق حتى تتشقق، ومن بعد تتشعليه ليه لتحت. وكاينه واحد الاضافه، انا هنا بقات ليا مازال لي شويه ديال هنايا غادي نزيد لها شويه القرفه حيت ماشي كلشي تتعجبو. دونك انا هنا غنزيد لها واحد شويه حتى هي تعطيها مذاق زوين. بالنسبه لي تتعجبو القرفه. صافي غنخلطها حتى هي نديرها كبيرات ونديرها طيب. هانتوما البنات هذه اللاطه الاولى اللي خرجت هي تجي زوينه وهشيشه، ما تجيش شاربه الزيت بزاف، تجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوها، انا نوريكم الشكل النهائي.